دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 23-24. اللقب الذي ذهب بالنسبة لفريق الشرطة، وفريق الشرطة الذي من خلال هذه الجولة وبنفس التوقيت لهذه المباراة يخوض مباراة على ملعب الشعب الدولي أمام فريق الزوراء، وستكون مباراة التتويج بالنسبة لفريق الشرطة. شرطة في الصدارة، هنا القوة الجوية صاحب المركز الثاني، وفريق نفط الوسط صاحب المركز الأخير. فريق اللي هبط للدوري الممتاز، وكذلك أمانة بغداد الفريق الذي هبط للدوري الممتاز. ولدينا مباراة البلاي أوف ما بين فريقين نادي القاسم وكذلك نادي نفط البصرة. تشكيلة الفريقين تشكيلة رزاق فرحان الواضح في الصورة لمباراة اليوم. أسماء بكل تأكيد نشاهدها، ربما هنالك أسماء للمرة الأولى: علي خالد حارس المرمى، ولدينا بابلو إيلاس، محمد الباقر، كريم، محمود مشعان، وهمام طارق، سامح سعيد، ومصطفى وليد، وحسن رائد، شريف عبد الكاظم، يوسف فوزي، وأحمد السروري. هذه تشكيلة القوة الجوية لمباراة اليوم. بالمقابل نفط الوسط يلعب به مصطفى زهير وعبد الله خلف، حسن خيري، ومؤمن راشد، ناجي ناطق، محمد مضر، وعلي قاسم، وكرار جاسم، واحمد محمد، هشام احمد، وسامر محسن. هذه تشكيلة نفط الوسط لمباراة اليوم. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الدولي محمد سلمان، ويساعد حسين فلاح، والحكم المساعد الثاني محمد جاسم نعيم، والحكم الرابع علاء سلام، وحكام الفار واثق محمد وعلي فاضل. كل التوفيق لكلا الفريقين من خلال مباراة اليوم. نتمنى أن يكون ختامها مسك بالنسبة لكلا الفريقين بأداء وبنتيجة وحضور الأهداف من خلال هذه المباراة. فريق القوة الجوية يريد أن يعزز النقاط ب3 نقاط إضافية، ويريد أن يعزز 23 انتصار إلى 24 انتصار، بينما فريق نفط الوسط يسعى للوصول للنقطة 19 من خلال هذا اللقاء، ويسعى لتحقيق الانتصار الثاني من خلال هذا الموسم، وانتصار واحد بالنسبة لفريق نفط الوسط من خلال هذا الموسم. كرة ملعوبة مع بداية المباراة والدقائق الأولى. كذلك هناك مباراة تقام بنفس التوقيت، ذكرت الزوراء والشرطة، ولدينا مباراة دهوك كذلك من خلال هذه الجولة يستضيف نفط ميسان. كرة ملعوبة لكرار جاسم، لاعب الخبرة، اعتقد يعني خلاص الموسم الأخير الذي سيلعب من خلاله كرار في الدوري، وبالتالي واحد من نجوم 2007. كرة للأمام، محاولة مستمرة، هجوم لكرار، ابعاد عن طريق حمود مشعان، الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. قوة الجوية يلعب بكل تأكيد يعني غيابات الكثيرة، أتحدث عن أيمن، أتحدث عن بايش، أتحدث عن علي جاسم، أتحدث عن أسماء، وبالتالي القوة الجوية بمن حضر من خلال مباراة اليوم. كل يعلم كذلك سعد ناطق ورسلان، هذه الأسماء، حتى غيث معروف على دكة البدلاء، محمد حميد على دكة البدلاء، سعد عبد الأمير على دكة البدلاء. كرة لمصطفى وليد، ابعاد للكرة،
وصلت لحسن خيري، كرة للأمام، إبعاد للكرة، متابعة مرة أخرى، مصطفى وليد يحاول، يوسف فوزي، همام. كل فريق حتى وإن كانت الظروف غير ملائمة، وحتى وإن كانت الظروف يعني ليست كما يريدها الفريق في ختام الدوري، اعتقد بأنه يفكر أن ينهي الموسم بانتصار. القوة الجوية الكل يعلم كان ينافس على لقب هذا الموسم الدوري، وكان ينافس على بطولة الكأس. خسر بطولة الكأس أمام الشرطة، هنا حيدر عبودي ونبيل عباس، بينما هنا المحاولة خطيرة للقوة الجوية ولكنها مرت الكرة الماضية. شريف عبد الكاظم، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوف الإعادة والتمريرة الماضية، وبعد ذلك وصلت لشريف، وشريف اللي أرسل الكرة، وربما لدينا حالة تسلل. حكم المساعد الثاني محمد شاسب نعيم من ميسان، بكالوريوس تربية رياضية، هذا نجل الحكم الاتحادي شاسب نعيم، وهو رئيس لجنة حكام ميسان. كرة ملعوبة ليوسف فوزي في وسط الملعب، بعد ذلك التمرير، كرار لعلي قاسم لمصلحة مؤمل راشد. مؤمل راشد من الأهداف التي سجلها مؤمل، يعني من اللاعبين الذين سجلوا. هو سجل في مرمى كربلاء في أول مباراة لفريق نفط الوسط هذا الموسم، المباراة اللي تعادل فيها أمام فريق كربلاء بهدفين مقابل هدفين. في يومها سجل مجيب نعمة وسجل مؤمل راشد. عاد مؤمل حاضرا من خلال هذا اللقاء. كرة ملعوبة الآن لمصلحة القوة الجوية لبابلو إيلاس، تمرير الكرة جهة اليمين، أحمد السروري، تمرير الكرة. بعد ذلك تبقى لمصلحة القوة الجوية. مباراة تبدأ بطيئة جدا، نتيجة غير مؤثرة، ولكنني كما ذكرت يعني الفريق اللي يريد أن يكون ختامها مسك على مستوى النتائج عليه أن يحقق انتصار في آخر مباراة. هذا طموح بالنسبة حتى لنفط الوسط، على اعتبار أنه نفط الوسط الفريق الهابط للدور الممتاز، وعليه أن يقدم أفضل ما لديه من خلال هذه المباراة. عليه أن يقدم أفضل ما لديه من خلال هذا اللقاء. على كل حال ممكن أن نشاهد مباراة جميلة، ممكن أن نشاهد الأهداف، وهذا الأمر يترك للاعبي الفريقين. هل هذه الأسماء قادرة على الحضور بشكل ممتاز على مستوى الأداء وحتى حضور الأهداف؟ ربما أقول ربما. ننتظر ونتابع. كرة ملعوبة الآن لمصلحة نفط الوسط، بكرة لكرار جاسم. كرار بنقل الكرة، هذه خطيرة وتسديدة ولكنها مرت. تسديدة أحمد محمد، الكرة التي مرت، هذا نبيل وهذا حيدر عبودي، وبالتالي أحمد محمد سدد الكرة ولكنها مرت
رزاق فرحان، وجمهور القوة الجوية بكل تأكيد يعني الغير فرحان وغير مسرور. ضاع اللقب وضاع الكأس، وبالتالي حتى حضورا لهذه المباراة، شوف المباراة وين، في ملعب الزوراء وفي بغداد العاصمة الحبيبة بغداد، ولكن الجمهور لم يحضر. الجمهور لم يحضر، زعلان. اي والله زعلان جمهور القوة الجوية، وعنده زعل، عنده زعل على اللاعبين، عنده زعل على النادي. يقول لك أنا أنتظر موسم طويل وأذهب وأسافر عبر المحافظات لكي تكون المؤازرة قريبة للنادي وللفريق وللاعبين من أجل تحقيق النتائج، وبموسم طويل ضاع اللقب. وفريق الشرطة بكل تأكيد فريق كذلك فريق كبير وفريق يستحق أن يكون بطل. منافسة كانت كبيرة ما بين الشرطة والقوة الجوية، واللقب الثالث على التوالي لفريق الشرطة. بالمناسبة دوري نجوم العراق ليس التتويج ليس بدرع، كل أعتقد شاهد بأنه كأس سيكون للشرطة، كأس للدوري وكأس لبطولة الكأس. أيام جميلة للقيثارة الخضراء. كرة ملعوبة الآن للقوة الجوية الذي يحاول أن يسجل أول أهداف المباراة، ولكنها وصلت لحارس المرمى، وصلت لمصطفى زهير، وصلت لمصطفى زهير. هذا أحمد السروري، لاعب من خلال اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة بعد ذلك وصلت لحارس المرمى. كان يريد أن يتقدم من حارس المرمى ويمر، ولكنها مقطوعة بعد ذلك. كرة ملعوبة الآن لمصلحة مصطفى زهير حارس المرمى. شوف هنا الإعادة، كان شريف وكان كذلك اللاعب أحمد السروري. هو المرور كان ممتاز، ولكن اللقطة لم تكتمل بالنسبة لهذا اللاعب أحمد السروري. هجوم الآن لنفط الوسط، مقطوعة الكرة الآن، مرتدة سريعة لمصلحة همام، أو تترك الآن ليوسف فوزي. مصطفى وليد لهمام طارق، همام بحث عن زميل لمصطفى وليد. مصطفى، غياب اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الأولمبي العراقي، وكذلك كل التوفيق الأمنيات لمنتخبنا الأولمبي تحقيق النتائج مميزة في أولمبياد باريس. وبالتالي نعم المجموعة صعبة، ولكن العراق حاضر في كل مكان وزمان. إن شاء الله منتخبنا الأولمبي قادر على أن يحقق نتائج مميزة من خلال هذه المشاركة. كرة ملعوبة لمصلحة حمود بشعان، بعد ذلك الكرة تحولت لشريف عبد الكاظم. شريف يعود بالكرة لحمود بشعان، تبقى المحاولة لمصلحة القوة الجوية، والهجوم الآن
عادت فريق القوة الجوية أكثر ضغط، وبالتالي هذا الضغط يعني لغاية الآن بدون خطورة على مرمى الحارس مصطفى زهير، إلا بكرة أحمد السروري اللي مر فيها مرور ممتاز، ولكن بعد ذلك طالت الكرة. هنا رزاق فرحان، بينما هنا الكابتن القائد اللاعب الخبرة همام، وبالتالي صافرة وخطأ. نفط الوسط عندليب الفرات الأوسط بعد 9 مواسم في الدوري يعود ويهبط إلى الدوري الممتاز، ولكن هي أيام جميلة وأيام كانت رائعة بالنسبة لنفط الوسط. في ليلة الختام الأخيرة وفي ليلة الوداع الأخيرة انتهت الحكاية، لقد وصلنا للنهاية، حان وقت الوداع. الرحيل صعب، اي والله الرحيل صعب، قد نلتقي مجددا وقد لا نلتقي أبدا، فكل بداية لها نهاية. اي نعم، لكل بداية نهاية. هكذا نفط الوسط، والأمور بالنسبة لنفط الوسط تنتهي بهكذا طريقة. الفريق اللي تواجد 9 مواسم في الدوري، دوري الأضواء، في دوري الكبار، حقق لقب، وبالتالي العديد من الأسماء التي مثلت هذا الفريق، منها لاعبين محترفين ومنها أسماء مثلت المنتخبات الوطنية العراقية، ولكن سيغادر. خلاص الأمور ستنتهي بالنسبة لفريق نفط الوسط. كرة ملعوبة الآن جهة اليمين، وصلت لحمود مشعان. محمد الباقر، كريم لحسن راد بنقل الكرة، أحمد السروري لشريف، سدد الكرة ولكنها اصطدت، عادت مرتدة الآن، مرتدة مقطوعة. يوسف فوزي يحاول، ممكن يسدد، مرر الكرة مصطفى وليد يحاول الآن، كرة عالية باتجاه همام. طبعا مصطفى وليد 4 أهداف هذا الموسم. كرة فيها صافرة وفيها خطأ الآن، فيها صافرة وخطأ لسامر محسن على ما أعتقد، خطأ لسامر وعلى حسن رائد من خلال اللقطة الماضية. هذا سامر، بينما هنا حكم المباراة الدولي محمد سلمان. كرة ملعوبة الآن، يوسف فوزي لمصطفى وليد، كرة باتجاه المرمى، ابعاد، عادت لأحمد السروري. همام يحاول، همام طالت على همام، عاد بالكرة لأحمد السروري. أحمد يحاول، السروري بعودة لحسن راد، تمرير الكرة، تبقى لمصلحة القوة الجوية. مباراة التحضير فيها بطيء جدا للكرات المرتدة، الكرات العكسية وبناء الهجوم، تحضير بطيء بالنسبة للاعبي الفريقين.
كرة ملعوبة لشريف، تمرير الكرة يوسف فوزي، حسن رائد، هجوم لأحمد السروري، يحاول أحمد السروري داخل منطقة الجزاء، والكرة العرضية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا واضح في الصورة ناجي ناطق، واحد من الأسماء التي حضرت على مستوى التسجيل، سجل على نوروز في المباراة التي خسرها نفط الوسط ب4-3. في يوم قدم نفط الوسط مباراة جميلة جدا وكبيرة، كرة خطيرة، الله، هدف للقوة الجوية عن طريق حسن رائد. حسن رائد المدافع سدد باليسار وسجل القوة الجوية أول أهداف المباراة. هدف للقوة الجوية في الدقيقة 22 عن طريق المدافع حسن رائد من خلال اللقطة الماضية. شوف الإعادة، شوف يوسف فوزي أرسلها عالية، والرأسية والمتابعة بيسارة قوية على يمين حارس المرمى مصطفى زهير، ولكن الرأسية الأولى اللي كانت ممتازة كذلك من المدافع المتقدم محمد الباقر كريم، أرسل الكرة وتابعها صح اللي هو حسن رائد وحطها صح في المكان السليم ليتقدم القوة الجوية بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء الآن، هدف للقوة الجوية في الدقيقة 22 عن طريق حسن رائد. اهتزت الشباك في منتصف الشوط الأول تقريبا، أتت الأهداف واهتزت الشباك من المدافعين. عاد لو هذه مباراة فاصلة ومباراة من خلالها سيكون للقوة الجوية يعني كلام على مستوى التتويج. ومع هذا الهدف عاد ستشاهد المدرجات ممتلئة. اي والله الجمهور كما ذكرت يعني هو من حقه أن يكون في بعض الأوقات وفي بعض المباريات في بعض المناسبات في بعض الأيام وفي بعض الليالي يكون مو بأيامه ويكون غير مسرور بكل تأكيد، والنتائج هي من تأتي بالزعل وهي من تأتي بالحزن بالنسبة لجماهير القوة الجوية التي كانت تعول على أن يكون على أقل تقدير من خلال هذا الموسم هناك كأس، يا أما دوري أو الكأس بطولة الكأس، ولكن كلاهما كانت الكلمة للشرطة، وكذلك قدم الشرطة مستوى كبير في الدوري ومستوى كبير في المباراة الختامية لبطولة الكأس. هذا حال كرة القدم، تقول مبروك للفائز وهارد لك للخاسر. أنت عندما تلعب المباراة تضع أمامك يعني الفوز أو التعادل أو الخسارة، وهذا واقع بكرة القدم، وعلى الجميع أن يتقبل هذا الأمر. ولكن الجمهور أعتقد الوضع اللي يمر من خلاله فريق القوة الجوية يعني فقدان للدوري وللكأس، هذا الأمر لو كان على فريق آخر أعتقد أنه الجمهور كذلك ما راح يكون حاضر. ولكني على يقين
وأجزم بأنه جمهور القوة الجوية الآن يتابع المباراة، عينه على المباراة، ما يقدر على فراقه، حتى وإن لم تكن له كلمة على مستوى الدوري أو الكأس، على مستوى لقب، وما يحضر على المدرجات، وما تشاهد الجمهور وبشغف كبير على المدرجات كما تعودنا جماهير القوة الجوية، ولكنني متأكد تماما أن الجمهور الآن يتابع المباراة، عينه على المباراة، وقلبه على المباراة. اي والله، كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس، هذا أحمد السروري، ولكن على الجمهور أن يتحلى بالصبر، موسم قادم وربما تتغير الأمور، وتكون الأمور بأفضل صورة في الموسم القادم. هذا الأمر اللي نتمناه لجميع الأندية في الموسم القادم، لكي يكون موسم أجمل من هذا الموسم. كرة ملعوبة الآن لمصلحة نفط الوسط اللي يحاول أن يتعادل من خلال اللقطة الماضية، ولكنها طالت وعادت مرتدة لهمام طارق. محمد الباقر صانع الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن. مصطفى وليد كرة داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك الكرة مقطوعة الآن. كرار، علي قاسم، مؤمن راشد، كرة بجهة اليمين، محاولة مستمرة، علي قاسم لمصلحة القوة الجوية، ربما تعود ولكن تبقى لنفط الوسط، عادت الآن وعودة الكرة لكرام، أرسلها للأمام، مؤمن بنقل الكرة العرضية الممتازة جدا، وبعد ذلك الكرة الرأسية مرت إلى الخارج. حكم المباراة يوقف المباراة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للاعبي الفريقين، حتى وإن كانت المباراة في المساء. أعتقد بأنه الكل يعلم بأنه الأجواء حارة ودرجات الحرارة، واللاعب يحتاج لهذا التوقف. عاد ممكن الآن يتلقى توجيهات وشرب المياه ويلتقط أنفاسه، وبعد ذلك سيعود بعد الدقيقة وسيكمل المباراة. دقيقة 30 الآن، والقوة الجوية تقدم بهدف عن طريق حسن راد في الدقيقة 22 من زمن هذا الشوط، في لقاء الختام بالنسبة لكلا الفريقين، ختام دورينا، الجولة الأخيرة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم. ختام هذه الجولة 3 مباريات تقام بنفس التوقيت، هنا القوة الجوية ونفط الوسط، وهناك في ملعب الشعب الزوراء والشرطة، وكذلك في ملعب دهوك يستضيف نفط ميسان من خلال هذه الجولة. المتبقية فقط مباريات البلاي اوف. ملعب الزوراء، ملعب الذي يحتضن هذا اللقاء،
الملعب الذي تغنت به جماهير الزوراء. وكذلك ركلة مرمى سيد. هنا شوف قوة جوية، يعني حتى وين حضر القليل على المدرجات. شوف هذا المشجع، قوم لا تهتم رغم كل الظروف، قوم لا تهتم رغم كل الظروف. الصقر فوق الغيم يعلى دوم جناحه، وهي مو شغلة خسارة ولا نقاط، بيك جمهورك نساها جراحه. اي والله هكذا جماهير القوة الجوية ستردد في الموسم القادم، وستنهض وستعود ربما بأجمل الأيام والذكريات. وكما ذكرت هذا هو حال كرة القدم. كرة أمامية، شريف يحاول للقوة الجوية، كرة ترسل للأمام ولكن تصدي ومعها راية من الحكم المساعد الثاني اللي هو محمد جاسم. محمد جاسم وحالة تسلل على شريف عبد الكاظم. شريف من خلال اللقطة الماضية ركلة حرة غير مباشرة. كرة ملعوبة عن طريق مؤمن راشد. شريف بلمسة ولكنها قصيرة، بعد ذلك تبقى المحاولة لمصلحة نفط الوسط. علي قاسم كرار، كرة مقطوعة الآن. بابلو عادت لبابلو بلمسة، حسن راد كرار، تمرير الكرة عادت لكرار، يعود إلى الخلف، تمرير الكرة من محمد مظر، تبقى المحاولة. أحمد محمد سدد الكرة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة إلى الخارج من خلال اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة مرت وبعد ذلك ترسل لحمود مشعان. بابلو، كرة ملعوبة صافرة وخطأ لدينا لهمام طارق، خطأ لهمام كابتن خلال اللقطة الماضية، وبالتالي الخطأ من خلال اللقطة الماضية. كرار وهمام واللاعبين الخبرة 38 جولة، جولات من بداية الموسم، من الجولة الأولى وصولا للجولة 38. كل الفرق اجتهدت وكل الفرق حاولت وكل الفرق كانت لديها طموحات بكل تأكيد. هذا من يسعى للحصول على اللقب، وذاك من يسعى للوصول للمربع الذهبي، وآخر يسعى للوصول لمنتصف الترتيب. تحدث عن المناطق المتوسطة، مراكز التاسع والعاشر، هكذا الترتيب، وتشاهدها في كل موسم طبعا هي بهذا الترتيب. وهناك كذلك فرق تسعى وتحاول أن تبتعد ولا يكون لديها هبوط
كما شاهدنا نفط الوسط، ولكن نفط الوسط خلاص غادر. وأمانة بغداد اللي حاول جاهدا حتى المباراة الأخيرة اللي تعادل من خلالها أمام النفط في هذه الجولة بهدفين مقابل هدفين، حاول ولكنه التعادل لا يكفيه، وحتى إن حقق الانتصار على اعتبار أنه نفط البصرة فاز والنتيجة لا تسعف أمانة بغداد بالبقاء، وبالتالي كذلك يغادر دوري نجوم العراق. تمنياتنا بكل تأكيد يعني لأمانة بغداد ولنفط الوسط بالعودة السريعة لدوري نجوم العراق. كذلك لا ننسى أن نبارك بعودة ديالة البرتقالي لدوري نجوم العراق. ديالة فريق اللي قدم العديد من الأسماء، ديالة الفريق الذي قدم العديد من الأسماء التي مثلت العديد من الأندية، وهناك أسماء كثيرة جدا. اي نعم، ديالة وجمهوره المثالي جدا في كل ملعب، في كل مباراة تشاهد جماهير ديالة تحضر وبأعداد كبيرة جدا تؤازر نادي ديالة. عودة ديالة لدوري الكبار وتأهل ممتاز لفريق حديث، لفريق محترم قدم كرة قدم جميلة في الدوري الممتاز اللي هو فريق القرم، واستحق أن يتأهل وبجدارة لدوري نجوم العراق. ننتظر كذلك مباراة البيشمركة والرمادي، ولمن ستكون الكلمة، وهل سيحضر أحد الفريقين مع ديالة والقرمة؟ ننتظر. هنا مرور ممتاز، بعد ذلك سدد الكرة مصطفى ومرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب. هذا مصطفى اللي سجل 4، وهذا مصطفى اللي دائما ما كنا نشاهده يعني يهاجم ويدافع. عندما يدافع بشكل ممتاز، وعندما يهاجم بشكل ممتاز. قد تكون هنالك بعض المباريات يعني لأفضل اللاعبين على مستوى العالم، هناك بعض المباريات ما يقدم فيها اللاعب هو من أفضل اللاعبين، ولكن تأتي مباريات تشاهد اللاعب ما يقدم فيها كرة قدم، ما يكون بأفضل حالاته وما يكون بأفضل أيامه، يكون خارج نطاق المباراة وتشاهده بعيد عن أجواء المباراة، ولا يقدم لك الشيء الكثير، مع أنه يعني أنت تعتمد عليه كثيرا، ولكن اللاعب ليس في كل المباريات وليس في كل الظروف يجب أن يعطي أفضل ما لديه. ربما تكون هناك مباريات ما يكون في الفورمة فيها، وهذا أمر طبيعي. كرار أرسل الكرة، بعد ذلك وصلت لهمام، همام طارق، كرة أمامية، وصلت بعد ذلك لناجي ناطق، شقيق سعد، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، إبعاد من بابلو، تمرير الكرة لمصطفى، همام، حسن راد، يوسف فوزي، بابلو لحسن راد. 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، تقدم لا يزال
بالقوة الجوية بهدف مقابل لا شيء. جاء الهدف عن طريق حسن رائد في الدقيقة 22. بالمناسبة لقاء المرحلة الأولى بنفس هذه النتيجة، بهدف للقوة الجوية مقابل لا شيء لنفط الوسط، وفي يومها سجل سعد عبد الأمير الغائب كذلك من التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم، ولكنه متواجد على دكة البدلاء. همام يطالب بخطأ، كرة ما بينه وبين ناجي ناطق. حكم المباراة محمد سلمان أشار لاستمرار اللعب. كرار، مرور ممتاز من سامر محسن. سامر 3 أهداف. شوف هو سجل على الحدود وسجل على نادي القاسم وسجل على زاخر. تمرير علي قاسم لمؤمن راشد لأحمد محمد. تمرير الكرة مرتدة لهمام. شريف عبد الكاظم بنقل الكرة لأحمد السروري. حلوة مع أنها ضاعت الكرة، ولكن الكرة ممتازة كان مصطفى، ما كان أحمد السروري، كان مصطفى لاعب اللي تقدم فيها، تقدم وسدد الكرة على الطاير بيمينه، ولكن بعد ذلك الكرة طالت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. حلوة المحاولة للقوة الجوية من خلال اللقطة الماضية. ننتظر الوقت المحتسب بدل عن الضائع للشوط الأول، ما أعتقد راح يكون وقت كبير، يعني دقيقة إلى دقيقتان لا أكثر. يوسف فوزي لشريف، تبادل الكرات ممتاز وجميل. جول ثاني، هدف ثاني للقوة الجوية عن طريق مصطفى وليد، يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 44. هدف ثاني للقوة الجوية بتبادل الكرات بلمسات جميلة، وتنتهي بيسارية كذلك، يسارية ثانية تظهر من خلال هذا اللقاء. ظهرت الأولى عن طريق حسن رائد، وتظهر اليسارية الثانية هذه المرة ولكن عن طريق مصطفى وليد، يسجل 5 أهدافه هذا الموسم، والهدف الثاني من خلال هذا اللقاء الأخير بالنسبة لكلا الفريقين لهذا الموسم ولنفط الوسط حتى في دوري النجوم العراق، على اعتبار أنه بعدها سيهبط للدور الممتاز. وبالتالي القوة الجوية يتقدم بهدفين مقابل لا شيء بأقل مجهود سجل الهدفين. لا توجد يعني فرص كثيرة. هدف ثاني في الدقيقة 44 وننتظر الوقت المضاف. كرة ملعوبة الآن. همام أحمد السروري، بعد ذلك نقل الكرة بابلو ليوسف فوزي. حمود مشعان، مصطفى وليد طلب للكرة من الجهة البعيدة، محاولة مستمرة عن طريق سامح سعيد لشريف لمصطفى، حاول يمر، بعد ذلك الكرة مقطوعة الآن
أصبحت مرتدة دقيقتان الوقت المضاف. كرار، هل هي خسارة جديدة لنفط الوسط؟ كرة فيها صافرة وفيها خطأ الآن. تمرير الكرة جهة اليمين، حاولة مستمرة، بحث عن الكرة والتمريرة لكرار. مقطوعة الكرة، مطالبة بخطأ، وصلت لشريف، إخراج الكرة. برافو برافو لشريف، أخرج الكرة للإطمئنان على سلامة اللاعب. كرار بعد الكرة المشتركة ما بينه وبين مصطفى وليد صاحب الهدف الثاني للقوة الجوية. شوط أول ليس بالمستوى، لا توجد أشياء كثيرة تذكر من خلال هذا الشوط، فقط الأهداف، وبالتالي بالسلامة لكرار. كرة أمامية لبابلو، محمود بشعان، تمرير الكرة. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة محمد سلمان لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء لنفط الوسط. سجلت الأهداف عن طريق حسن رائد في الدقيقة 22 ومصطفى وليد في الدقيقة 44. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.
عملية الهجوم الآن، ممكن الآن نادي القاسم لو سجل هدف سيصعب الأمور. الله 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 الله، هدف 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 رهيب 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 رهيب. نادي القاسم رهيب والله، رهيب فيك الجمال العجيب. هدف جميل لنادي القاسم، صاروخ صاروخ في مرمى الصقور، وهدف لنادي القاسم، هدف لنادي القاسم. واي هدف اي هدف اي هدف لنادي القاسم. فلاح عبد الكريم يسجل هدف ولا اروع لنادي القاسم في مرمى القوة الجوية، وبديل ناجح للمدرب ايمن الحكيم. لاحظ فلاح عبد الكريم، صعبة على محمد حميد، صعبة على محمد حميد، صعبة هذه المرة على محمد حميد بعد الإنقاذ الرائع لأكثر من كرة لمحمد حميد للاعبي فريق نادي القاسم، لكن هذه الكرة مرت على محمد حميد لتعانق الشباك، ونادي القاسم يتقدم على القوة الجوية بهدف لا شيء. حرة لصالح نادي القوة الجوية. الثمان دقائق اللي أضافها حكم المباراة انتهت. ركلة حرة تنفذ على القائم البعيد، عملية التحضير، وهنا التعادل لنادي القوة الجوية. سعد عبد الأمير، سعد عبد الأمير يسجل هدف التعادل، لكن الراية على سعد عبد الأمير، الراية على سعد عبد الأمير. أعتقد هناك عودة للفار. هل هناك عودة إلى الفار؟ لاحظ هنا الإعادة، هنا حالة التسلل غير موجودة، أعادها لاعب شريف، وهنا عائدة من القائم الأيمن ويكملها سعد عبد الأمير في المرمى يعدل النتيجة. لكن القرار يأتي حسن رائد، والاعتراض على قرار المساعد الأول واثق مدلل. لاعب ديون كان قريب، عالية الكرة، جول ليزاخو داروين لوبيز الكولومبي بهدف أول لأبناء الخابور. داروين لوبيز 6 أهداف بالدوري، يحتفل على طريقته الخاصة. لقطة سيلفي للذكرى. الكولومبي داروين لوبيز، هل هناك شيء؟ أعتقد لا يوجد تسلل باللقطة الماضية. لاحظ انسل ودخل، وهدف أول لزاخو. عن طريق داروين لوبيز عبر الحدود وسجل الهدف الأول. مرة أخرى لكرار داخل منطقة الجزاء، بحث دائما عن إبراهيم. الله، جول للحدود، عبر الحدود عن طريق البديل علي كريم محمد، البديل الناجح، البديل بهدف جميل للحدود بتسديدة قوية جدا، مرت وعبرت في شباك علي كاظم. واحد من الأهداف الجميلة بدورنا عن طريق البديل علي كريم، في شباك علي كاظم بكرة جميلة على الطاير، وهدف جميل ورائع للحدود. لاحظ الحدود بهذه الكرة والتعديل وفرحة عاد النعمة. وتسديدة من بعيد، جول علي صادق يلعب كرة جميلة من مسافة بعيدة ويسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 39 من عمر المباراة. علي صادق به كرة جميلة ولا أروع ولا أجمل من خارج منطقة الجزاء،
يسجل من خلالها أول أهداف المباراة بكرة رائعة جميلة من مسافة حوالي 40 ياردة، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 39. شوف 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 بيمينه كرة صاروخ إلى داخل الشباك، يعلن من خلالها تسجيل أول الأهداف لفريق نادي الزوراء. واحد الزوراء لا شيء النفط بكرة جميلة ولا أروع ولا أجمل من علي صادق تعانق الشباك ويحرز من خلالها أول الأهداف بالدقيقة 39 من احتسب بدل من ضايع. طويلة الكرة ملعوبة، مراد، حلوة من مراد، منتظر، جول جول. شوف راح نكملها الآن، شوف شلون تتهيأ مراد، ما بيها تسلل إطلاقا، من الانطلاقة الأولى ما بيها تسلل. هذا منتظر وتوغل واستطاع أن يسجل الهدف الثاني. 2 الزوراء لا شيء النفط. منتظر عبد الأمير، حلوة إلى مراد، مراد يسدد، جول جول. كرة جميلة جميلة من بعيد ما بين منتظر ومراد، وتنتهي بأقدام مراد اللي يسجل الهدف الثالث بالدقيقة 55 من عمر المباراة. بالدقيقة 55 مراد محمد يسجل الهدف الثالث، الهدف الثالث لفريق نادي الزوراء. مراد يسجل الهدف الشخصي الخامس بعد أن سجل في شباك نفط الوسط ونفط البصرة والنفط، ويسجل أيضا في شباك الميناء والكر. خطأ قاتل لحارس المرمى. قبل مباراة الزوراء، إذن انتهى الموسم والدوري للشرطة، إذن اللقب الثالث على التوالي للشرطة. كرة خطيرة وجول. ندي فريكي ندي فريكي ندي فريكي ندي فريكي، يقلص النتيجة بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع، ويقلص النتيجة لفريق النفط بالدقيقة 94 من عمر المباراة. بالدقيقة 94 من عمر المباراة ندي فريكي يسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك الكهرباء، يسجل في شباك الزوراء. والنتيجة الآن 3 الزوراء 1 النفط، والقاسم يتغلب على القوى الجوية لحد الآن، والشرطة يتغلب على دهوك. معنى ذلك أن التتويج اليوم أصبح للشرطة. كرة تنفذ، أمير عالية داخل منطقة الجزاء، كرار عبد المجيد، جول. الله، جول للشرطة القيثارة وأوتارها التي لا تتوقف عن عزفها الجميل. هذا الشرطة ويا محلاه، هذا الشرطة ويا محلاه، والشافة بسرعة يصيح الله 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 على الشرطة، الله على القيثارة. القيثارة يتقدم بأول أهداف المباراة. حلوة 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 الكرة، عبد المجيد أبو بكر، والكرة اصطدت ببيار أبو بكر لتسكن الشباك، ليتقدم الشرطة بأول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. فرحة مؤمن سليمان بهذا الهدف عكسي. المستويات العالية للقارة الآسيوية، يعني شاهد الآن هناك تطور بعض الدول الآسيوية. هنا تمريرة جميلة، جاسم محمد تصويبة، وهدف أول لمصلحة نادي أمانة بغداد عن طريق جاسم محمد بعد تمريرة جميلة. الدقيقة 10
تعلن عن أول أهداف هذا اللقاء لمصلحة نادي أمانة بغداد عن طريق جاسم محمد اللاعب النشيط جدا منذ بداية اللقاء لحين تسجيل الهدف. عمل الشيء الكبير. نعم، عمل الشيء الكبير جاسم محمد، والآن هو من يسجل أهداف. لكن تمريرة الديدير جميلة جدا، وجاسم محمد لعب الكرة بالزاوية الصعبة على مصطفى زهير، وهدف أول لمصلحة نادي أمانة بغداد. لمصلحة جاسم إلى صفاء، تمريرات وصلت إلى جاسم، كرار جاسم قطع الكرة واجد دفاعية، لكن وصلت فلورن ديدير. خطأ على كرار جاسم، لا داعي للاعتراض. نعم، لا داعي للاعتراض يا كرار جاسم. فريق أمانة بغداد من يصوب؟ هل جاسم أم يترك الأمير زيج؟ أمير زيج تصويبة، جول ثاني لمصلحة أسود العاصمة. هدف جميل لمصلحة نادي أمانة بغداد، أيمن رزيج الذي يسجل هدف جميل في الدقيقة 19 لمصلحة فريق أمانة بغداد، بعد تصويبة يسارية جميلة عن طريق كرة ثابتة أسكنها بالزاوية اليسرى للحارس مصطفى زهير، ليتقدم فريق أمانة بغداد بهدفين مقابل لا شيء. أيمن رزيج يسجل في الدقيقة 19. أي تصويبة صعبة جدا، نعم صعبة جدا من فوق الجدار وفي الزاوية الصعبة. لم يستطع السيطرة على الكرة، الهجوم المرتد، تمريرة جميلة، انفرد صوب، جول. أمير جليل زيدان الذي يزور الشباك نوروز. أمير جليل زيدان، هذه الشباك التي كانت في حراسة أبيك، أنت الآن تأخذ وظيفة زيارة هذه الشباك. أمير جليل زيدان من خارج منطقة الجزاء ركن الكرة ركنا في الزاوية الصعبة على هجومان. هدف جميل لنادي الكهرباء عن طريق أمير جليل زيدان. ماتسو إلى أحمد محمود الياباني، هناك إلى إسماعيل أحمد يلعب الكرة العرضية، وروان حسين، جول. مروان حسين قطع على القائم الأول ولعب الكرة بالزاوية الصعبة. شاهد الكرة العرضية الأولى من البديل إسماعيل أحمد، ومروان حسين شاهد كيف ذهب إلى القائم الأول من أجل خطف الكرة من أمام زاهر ميداني. يا الله على لمسة المهاجم، يا الله على لمسة الهداف، يا الله على لمسة القناص. أي لمسة، أي همسة، أي تسديدة. فرق جعفر ناصر، جعفر إلى سجاد ممكن يحول، سجاد يلعبها عالية، كرة خطيرة بالرأس وتسديدة، جول. علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة. علي لطيف بالدقيقة 55، علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 55 من عمر المباراة. علي لطيف يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 55 من عمر المباراة. 20 مناسبة، 20 مباراة التقى بها الفريقان، 5 لنفط ميسان، 8 للنجف، و7 انتهت بالتعادل. هذه المواجهة رقم 21. أفضل فوز كان 3-2 في الأسبوع 29. في نفط الوسط سجلت الأهداف عن طريق حسن راد في الدقيقة 22 ومصطفى وليد في الدقيقة 44. شوط أول للقوة الجوية، لقاء بحساب الجولة الأخيرة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم.
لموسم 2023-2024. سنشاهد إذا ما كانت هناك تغييرات ما بين الشوطين لكلا المدربين، مدرب رزاق فرحان وبالمقابل المدرب حيدر عبودي. هنا الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني، وبالتالي لدينا لاعب مصاب، لاعب ملقى على أرضية الملعب. وهنا يوسف فوزي توجيهات من المدرب رزاق. ليش مدير النادي خابرنا؟ التدريبي أحمد جاسم وصفوان عبد الغني. فريق القوة الجوية هنا كرار جاسم. هذه الكرة سامح سعيد مع هشام أحمد، وبالتالي حكم المباراة محمد سلمان. هنا سامح سعيد أيضا لاعب خبرة في دورينا. كرة تنقل الآن لناجي ناطر، تمرير الكرة علي قاسم، تمرير بعد ذلك بكرة لمصلحة القوة الجوية. سامح، تمرير الآن، كرة إلى جهة اليمين، عودة لحارس المرمى مصطفى زهير. أرسل الكرة، عادت لهمام، عودة بالكرة إلى الخلف، محمود مشعان، عودة الآن لبابلو، حارس المرمى علي خالد بنقل الكرة في وسط الملعب، تمرير بعد ذلك، هجوم الآن، محاولة مستمرة وتسديدة، الله، جول ثالث، هدف ثالث للقوة الجوية الآن، وثاني لحسن رائد من خلال هذه المباراة. الله على جمال الهدف، الله على جمال الهدف من خلال اللقطة الماضية. المدافع المتقدم من خلال اللقطة الماضية، شوف الإعادة، الله عليك، الله عليك يا ولد على هذه الكرة، على هذه التسديدة الجميلة. حسن رائد سدد كرة بيسارة قوية على يسار حارس المرمى مصطفى زهير ليتقدم بالهدف الثالث القوة الجوية من خلال هذه المباراة، وفي الدقيقة 49. وبالتالي بداية الشوط الثاني، انطلاقة الشوط الثاني، المدافع المتقدم دائما وأبدا من جهة اليسار يتقدم هذه المرة ويسدد هذه المرة ويسجل هذه المرة الهدف الثالث، وهو هدف الشخص الثاني من خلال هذه المباراة. 3 لا شيء الآن. لدينا لاعب بديل يشارك من خلال هذا اللقاء كذلك بالقوة الجوية، على ما اعتقد لاعب مصطفى الأمين موسى بالرقم 50 يشارك ما بين الشوطين للقوة الجوية كتغيير للمدرب رزاق فرحان. كرة ملعوبة الآن بتاريخ لقاءات الفريقين، كرة هدف لنفط الوسط،
هدف لنفط الوسط عن طريق سامر محسن يقلص الفارق الآن. يسجل لنفط الوسط من خلال الكرة الماضية الرأسية التي يودع من خلالها الكرة داخل الشباك. شوف الكرة العرضية اللي كانت متقنة عن طريق عبد الله خلف، وبالتالي الكرة الرأسية الجميلة، كرة في وسط المرمى ليسجل نفط الوسط هدف عن طريق سامر محسن. سامر اللي سجل 3 أهداف سابقا في مرمى الحدود وفي مرمى القاسم وفي مرمى زاخو، يسجل هدف الرابع هذا الموسم وهو في مرمى القوة الجوية الآن. هدف في الدقيقة 51 يقلل من خلاله الفارق بالنسبة لنفط الوسط. 3-1 الآن. كرة ملعوبة، تمرير الآن همام، تمرير بعد ذلك لسامر صاحب الهدف الوحيد لنفط الوسط من خلال هذا اللقاء. هنا الصافرة ولدينا خطأ الآن، وبالتالي على مصطفى وليد، على مصطفى خطأ، ركلة حرة مباشرة. شوفوا هنا الهدف الجميل اللي سجله حسن رائد على يسار حارس المرمى مصطفى زهير. كرار كابتن على التنفيذ، خطأ، هذه أخطر من الركنية لمصلحة نفط الوسط. تنفذ الكرة عالية، هذه ممتازة الكرة ولكنها مرت إلى الخارج، مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة القوة الجوية. علي خالد لحمود مشعان، همام طارق لسامح، حمود مشعان، كرة لمصلحة القوة الجوية. يبقى هداف القوة الجوية وهداف الدوري أيمن حسين ب27 هدف، ويأتي بعد علي جاسم ب9 أهداف، حسين جبار 7، سعد عبد الأمير سجل 5، مصطفى وليد يصل لهدف الخامس، مصطفى سعدون اللي يغيب كذلك لديه هدفين هذا الموسم. كرة ليوسف فوزي، تمرير الكرة فيها عودة لمصلحة بابلو. حسن رائد، تمرير الكرة أحمد السروري بنقل الكرة الآن. قوة جوية حمود مشعان لسامح، نقل الكرة للأمام، هجوم خطيرة لرابح ولكن الكرة مرت إلى الخارج. مصطفى الأمين موسى لاعب الواضح في الصورة سدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. شوف هذه الإعادة لكرة الهدف الجميل اللي سجله حسن رائد بقدم يسارية قوية، استطاع من خلالها أن يضيف الهدف الثالث للقوة الجوية. القوة الجوية حتى في الانتصارات الماضية لم يحقق انتصار بأكثر من 3 أهداف على نفط الوسط. تغييرات 3، دخول كل تأكيد الأسماء، مرتجى عادل وكريم دلي
وحسين عبد الواحد. 3 تغييرات للمدرب حيدر عبودي. مرتجى من خلال هذا الموسم سجل هدفين، والأهداف التي سجلها على من؟ على الميناء. هجوم الآن، مرتدة سريعة لعبد الله خلف لسامر محسن. سامر يحاول، سامر مر، وبعد ذلك الكرة مقطوعة عن طريق حمود بشعان. سامح سعيد، همام طارق، صافرة وخطأ. اعتذار جميل من محمد مضر خلال اللقطة الماضية. هداف نفط الوسط عباس جاسم طبعا ب5 أهداف، سجل على دهوك هدفين، على كربلاء وعلى النجف وعلى الكرخ. ويأتي بعد اللاعب البديل اللي شارك قبل قليل حسين عبد الواحد 3 أهداف خلال المباريات الماضية. سجل على أمانة بغداد، وسجل على كربلاء، وسجل على نادي القاسم. أحمد السروري، مرور ممتاز، كرة لمصطفى وليد. يوسف فوزي لسامح سعيد، ترسل الكرة عالية، بعد ذلك إبعاد للكرة. تبقى المحاولة، طالت إلى الخارج، إلى تماس كريم دلي من خلال اللقطة الماضية. أحد البدلاء الثلاث مع مرتجى عادل مع حسين عبد الواحد. هذا رزاق فرحان. كرار جاسم بنقل الكرة للأمام. هجوم حسين عبد الواحد، حسين يحاول بنقل الكرة. سامر محسن لنفط الوسط، عرضية ولكن الإبعاد، إبعاد للكرة. همام خاطئة. عبد الله خلف لكريم دلي، راح يسدد سدد الكرة، ولكن الكرة بعد ذلك مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. هذا كريم دلي اللي سدد الكرة الماضية. شوف الإعادة، حضر الكرة باليمين وسدد باليسار، مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. يوسف فوزي لبابلو، ليوسف بابلو مرة أخرى، تمرير الكرة. محمد الباقر لحمود مشعان، تنقل الكرة عالية وتغيير اتجاه اللعب، وصلت وأقرب لحارس المرمى من خلال اللقطة الماضية. حسين عبد الواحد خطأ الآن لنفط الوسط. تمرير الكرة، كرة تبقى لمصلحة نفط الوسط. تمرير الآن، حسين مرر بكرة على جهة اليمين، المحاولة مستمرة والكرة اصطدت وتحولت إلى الخارج. هذا مؤمل راشد. هذا كريم دلي،
ركنية لنفط الوسط الفريق الضيف. كرار جاسم، كرار يحاول ويسدد الكرة ولكنها اصطدت. عبد الله خلف، تبقى المحاولة وتبقى التسديدة، عادت اصطدت. هذه فرصة، هذه فرصة، سدد الكرة ولكن بعد ذلك اصطدت وتحولت إلى ركلة ركنية. ركنية الآن لمصلحة نفط الوسط. شوف الإعادة، اصطدت الكرة الأولى، بعد ذلك وصلت لحسين عبد الواحد وسدد الكرة الثانية. اعتقد اصطدت وتحولت إلى ركنية. اي نعم ركنية وكرة خطيرة لهدف ثاني. جول ثاني، هدف ثاني لمصلحة نفط الوسط عن طريق ناجي ناطق. ناجي ناطق يسجل الهدف الثاني لنفط الوسط من خلال هذا اللقاء، وبالتالي هو هدف الثاني هذا الموسم. سجل في مرمى نوروز ويسجل من خلال هذا اللقاء بكرة رأسية جميلة. الله الله، هدف جميل بكرة رأسية لمدافع نفط الوسط اللي تقدم من خلال الكرة الماضية وسجل كرة في سقف المرمى، وبالتالي يقلص الفارق الآن 3-2. 3-2. دقيقة 62 عن طريق ناجي ناطق. مباراة فيها 5 أهداف لغاية الآن. هنا التسديدة، كرة إلى خارج أرضية الملعب، سدد مرتجى عادل. هذا مرتجى عادل اللي سدد الكرة الماضية، بينما هنا سامر محسن صاحب الهدف الأول لنفط الوسط من خلال هذه المباراة. كرة ملعوبة في الوسط، همام بنقل الكرة لأحمد السروري. أحمد لمصطفى، سدد، عادت الكرة محمد الباقر لحسن رائد لأحمد السروري. السروري يحاول أن يتقدم فيها وتبقى المحاولة جهة اليسار. حسن رائد يضطر للعودة بعد الضغط من لاعبي فريق نفط الوسط من خلال اللقطة الماضية. كرة على مستوى خط الدفاع، فيها عودة لحارس المرمى مصطفى زهير. هنا هجوم الآن، هل هي كرة التعادل؟ هل هي كرة التعادل لنفط الوسط؟ سامر لعبد الله خلف، كرار حاول يمر، صافرة وخطأ لمصلحة كرار جاسم. خطأ في مكان، هذه ممكن من خلالها كرار أن يسجل وهو قادر، ممكن يضع كل خبرته من خلال هذه اللقطة وهذه الكرة. ممكن أن يستذكر الأيام الجميلة والأيام الخوالي بالنسبة لهذا اللاعب. واحد من الأسماء واللاعبين، لاعب يمتلك الحلول الفردية والسرعة. غيث معروفي تغيير القادم، بينما هنا علي خالد. كرار جاسم على تنفيذ الخطأ.
كرة تنفذ باتجاه المرمى ولكنها بأحضان حارس المرمى علي خالد. حصل الكرة، كرة للأمام. غيث معروف بديلا لمن؟ همام. كرة خاطئة، عادت مرة أخرى، تبقى لنفط الوسط. مقطوعا لكرة يوسف فوزي لمصطفى وليد. هجوم، الكرة تبقى والمحاولة تبقى. كرة بجهة اليمين، تمرير الآن. كرار جاسم، مطالبة بلمسة يد، إبعاد بالكرار. غيث بديلا لسامح. سامح سعيد يغادر وغيث معروف يشارك. كرة ملعوبة الآن. لغاية الآن هي الخسارة بالنسبة لفريق نفط الوسط، الخسارة رقم 24. خسارة رقم 24، بينما هو الانتصار رقم 24 لفريق القوة الجوية إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة. ولكن القوة الجوية يصل للهدف رقم 68 وشباكة تستقبل الهدف رقم 32، بينما نفط الوسط يصل للهدف رقم 24 وشباكة تستقبل مع أهداف. هذا اللقاء 65 هدف في مرمى نفط الوسط من خلال هذا الموسم إلى الآن. هو قادم من خسارة أمام أمانة بغداد في الجولة 37 بهدفين مقابل لا شيء. وفريق القوة الجوية قادم من تعادل أمام نادي القاسم في الجولة 37 في ملعب الكوت بهدف مقابل هدف. في يومها سجل سعد عبد الأمير. بينما هنا المحاولة لهدف رابع ولكن حارس المرمى يتصدى بكرة انفراد وجها لوجه. وكانت الكلمة لهذا الرجل وهنا اللاعب اعتقد بأنه يعني هنا كان يفكر يسدد، بحث عن زاوية، بحث عن ثغرة، ويفكر ربما يفضل التمرير. لم يجد لاعب آخر وسدد الكرة بأي طريقة، وبعد ذلك إبعاد من حارس المرمى في اللقطة الماضية. كان مشروع هدف رابع. حمود بشعان، الله على المرور، تمريرة ممتازة. الكرة لمصطفى وليد. مصطفى تقدم فيها يوسف فوزي. كرة مقطوعة مرتدة الآن. بحث عن التعديل، البحث عن هدف التعادل. هل سيأتي التعادل؟ هل سيسجل؟ سدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج بعيدة كل البعد من حسين عبد الواحد. ونظرات حيدر عبودي بكل تأكيد يعني ضغط المباريات، وعندما تواجه القوة الجوية يعني بمن حضر القوة الجوية في بغداد يكون الأمر مو بالسهل يعني. كرة ملعوبة على مستوى خط الدفاع. تمرير الكرة لبابلو، مرر، تبقى المحاولة.
والهجوم يستمر في عودة إلى الخلف. تمرير الكرة غيث معروفي ليوسف فوزي، همام طارق، تمرير الآن غيث، كرة لمصطفى، كرة تبقى لأحمد السروري، وحكم المباراة يشير لوجود ركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة القوة الجوية الآن لأحمد السروري. أحمد السروري يتحصل على ركلة جزاء، وهنا اعتراض من قبل حيدر عبودي على الحكم الرابع. يتحدث مع علاء سلام باحتساب ركلة الجزاء بالنسبة لفريق القوة الجوية من خلال اللقطة الماضية، وعلى من بالتحديد؟ ناجي ناطر. ركلة جزاء إذن، هل سيسجل من خلالها هدف رابع؟ شوف الإعادة، وبالتالي حكم المباراة يعود للفار ليتابع اللقطة إذا ما كانت خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء. القرار يبقى لحكم المباراة وهو يشاهد كما أنا أشاهد. أنا عيني على اللاعب وأترك الكرة. حكم اللقاء كذلك عينه على اللاعب وسيشاهد سقوطه وين، داخل منطقة الجزاء أو خارج منطقة الجزاء. الكل الآن يتابع اللقطة والكل لديه قرار. الكل لديه قرار. أعتقد بأنه اللقطة يعني من خلالها ربما يعود لخطأ فيها قرارات كثيرة. خطأ إذن لمصلحة نفط الوسط. تلغى ركلة الجزاء، يلغى احتساب ركلة الجزاء للقوة الجوية بعد ما عاد للفار وتابع اللقطة وشاهد اللقطة، وهو بقراره حكم اللقاء اتخذ القرار وقال بأنه يوجد خطأ ولا توجد ركلة جزاء. بكل تأكيد يعني هو صاحب القرار الأول والأخير، بينما هنا المحاولة خطيرة ولكن لدينا صافرة وخطأ. كان ممكن التعديل، قرب نفط الوسط من التعديل. عاد لو تعادل فريق نفط الوسط، بالمناسبة التعادلات اللي كانت ما بين الفريقين فقط 4 مباريات كان فيها التعادل حاضر. في 17 لقاء 13 لقاء انتهت بفوز أحد الفريقين، و4 لقاءات انتهت بالتعادل. هنا المطالبة بلمسة يد. حكم المباراة ماذا يقول؟ ماذا يقرر؟ يحتسب ربما ركلة جزاء، يحتسب ربما ركلة جزاء لمصلحة القوة الجوية وللمرة الثانية. شوف هنا العرضية، وبالتالي غيث معروفي ولمسة اليد، وبقرار من حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمصلحة القوة الجوية. هذه المرة من سيتقدم ومن اللي راح يسجل أو لا؟
فرصة التسجيل تبقى مع اللاعب، وربما تكون كلمة لحارس المرمى. بالمناسبة مصطفى زهير حارس مرمى نفط الوسط، شوف في أغلب المباريات التي خسر فيها فريق نفط الوسط كان حارس المرمى ممتاز جدا، وتصدى للعديد من الكرات وانقذ مرماه من العديد من الكرات. بينما هنا همام الخبرة، همام الكابتن بركلة جزاء لمصلحة القوة الجوية. تقدم همام للسقوط، رابع، هدف رابع للقوة الجوية، وثنائية هذه المرة، ثنائية لمصطفى وليد يسجل الهدف الرابع بمتابعة الكرة الماضية اللي اصطدت بالقائم وعادت، ومصطفى وليد يسجل الهدف السادس هذا الموسم، وثنائية من خلال هذا اللقاء. سجل هدفين، وحسن رائد سجل هدفين. اليوم يوم المدافعين، يوم المدافعين. شوف همام ضيعها، اصطدت بالقائم الايسر وعادت لمصطفى، مصطفى اللي تابع الكرة وحط الكرة في المرمى ليتقدم بهدف رابع القوة الجوية من خلال اللقطة الماضية. 4 مقابل هدفين. ربما عاد للفار. شوف عندما سدد همام، شوف مصطفى وين، شوف مصطفى وين عندما سدد همام ركلة الجزاء. لحظة تسديد الكرة وتنفيذ ركلة الجزاء، ويلغى إذن، وركلة حرة غير مباشرة. يلغى الهدف للمرة الثانية على التوالي. الأولى فيها ألغيت ركلة الجزاء، احتساب ركلة الجزاء. الثانية ألغي فيها الهدف، وكأنها المباراة، وكأنها يعني تريد أن تقترب من نفط الوسط، وهذا الأمر وارد، وهذا الأمر ربما نشاهده من خلال هذا اللقاء. كرة ملعوبة الآن جهة اليمين، محاولة مستمرة، كرار. يبقى تقدم فريق القوة الجوية ب3 أهداف مقابل هدفين. هذه النتيجة حضرت مرة واحدة في لقاءات الفريقين، في لقاءات الفريقين. 3 أهداف فاز القوة الجوية في مباراة 3-2 بالتحديد. هو الانتصار ب3 أهداف للقوة الجوية حضر مرتين موسم 2021 في ملعب الشعب، طبعا بقيادة هذا الحكم محمد سلمان. في يومه فاز القوة الجوية ب3 أهداف مقابل هدفين، وسجل في يومها حسين جبار وشريف عبد الكاظم هدفين، وسجل لنفط الوسط سجاد جاسم ومحمود زعترة اللاعب الأردني. كانت نفس هذه النتيجة. تغيير لنفط الوسط، تغييرات مستمرة لكلا المدربين. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب، أعتقد اللاعب البديل أحمد تركي.
اللي شارك بالرقم 91. لقاءات الفريقين 17 لقاء من تاريخ لقاءات الفريقين. فاز القوة الجوية ب9 لقاءات، وفاز نفط الوسط تحدث عن 4 لقاءات. أبرز لقاء وأبرز انتصار لنفط الوسط على القوة الجوية بكل تأكيد موسم 2014-2015 عندما فاز نفط الوسط بدرع الدوري، عندما نقل درع الدوري إلى محافظة النجف الأشرف، عندما لعب المباراة الختامية في ملعب الشعب في اللقاء النهائي، وفاز على القوة الجوية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 6-5. أيام الجميلة أيام نور صبري، نبيل عباس، اياد خلف، سعيد محسن، ثامر الحاج محمد ناصر نومي وغيرهم من الاسماء بقيادة المدرب عبد الغني شهد. ايام لا تنسى اطلاقا، لا تنسى لنفط الوسط اللي سيغادر دوري نجوم العراق، سيهبط للدوري الممتاز. تسديدة ممتازة، تسديدة ممتازة عن طريق مصطفى وليد، ولكن بعد ذلك ابعاد كذلك من قبل حارس المرمى. هنا خروج من خلال اللقطة الماضية، ولدينا حالة تسلل وركلة حرة غير مباشرة وبطاقة صفراء لحارس المرمى علي خالد. الفوز الثاني للقوة الجوية على نفط الوسط بثلاثية كان بموسم 21-22 3-1، وكانت في ملعب الشعب الدولي. في يوم سجل إبراهيم بايش وعلاء عباس سجل هدفين، وسجل لنفط الوسط مهند عبد الرحيم. كذلك لدينا هناك انتصار كبير لنفط الوسط على القوة الجوية بنفس النتيجة 3-1 في موسم 2015-2016 في ملعب الشعب الدولي. في يوم سجل أمجد وليد وأمير صباح هدفين، وسجل للقوة الجوية الهدف الوحيد عماد محسن. هذا كان أكبر انتصار لنفط الوسط على القوة الجوية ب3 أهداف مقابل هدف واحد من الانتصارات الأربعة التي حققها نفط الوسط بتاريخ لقاءات الفريقين على القوة الجوية. وكما ذكرت القوة الجوية ب9 انتصارات ب17 لقاء، وهو قريب من الانتصار العاشر، إلا إذا هذه كرة وهذه فرصة باتجاه المرمى، والكرة من كريم دلي، ولدينا حالة تسلل من خلال اللقطة الماضية. شوف الإعادة، وبالتالي الكرة من قبل كريم دلي، ولدينا راية من الحكم المساعد الثاني محمد كاسب نعيم. هذا حيدر عبودي، بكل تأكيد كنا معكم على طول الموسم من الجولة الأولى حتى الختام وصولا لهذه الجولة، وشبكة الإعلام العراقي، قنوات الوطن بكل قنواتها نقلنا العديد من المباريات، والمباريات التي تقام بنفس التوقيت
وصل العدد ل4 مباريات، ننقل 4 مباريات، ننقل على قناة الكردية، وننقل على قناة السريانية، وننقل على قناة التركمانية، وننقل على قناة العراقية العامة كذلك في بعض الفترات، وننقل على قناة الرياضية. نتمنى أن نكون قد وفقنا من خلال هذا الموسم الطويل، وهذا أقل ما نقدمه للجماهير العراقية. اي والله قنوات الوطن، شبكة الإعلام العراقي بكل قنواتها وبكل العاملين فيها، من السيد رئيس الشبكة إلى كل المدراء وكل العاملين في الأقسام، وهذا المجهود الكبير الذي يبذل من أجل نجاح دورينا من خلال النقل التلفزيوني. تغيير الآن، محمد شاكر بديلا لمحمد الباقر كريم. هذا محمد شاكر، الكل يعلم بأنه محمد شاكر اللي يشارك الآن هو واحد من الأسماء، والحراس الثلاث المتواجدين طبعا على دكة البدلاء، بارق مؤيد ومحمد حميد ومحمد شاكر. ولكن محمد شاكر يشارك كلاعب من خلال هذا اللقاء. هجوم الآن، لنفط الوسط، محاولة مستمرة من أجل التعديل في الدقائق الأخيرة. صافرة من قبل حكم المباراة. الله يشرد ذلك والله العظيم سؤالك عني. هنا محمد شاكر كلاعب وهو اساسا حارس مرمى، لبسة يد. خلاص الدقيقة 90، الدقيقة 90 سينهي الموسم فريق القوة الجوية ب 82 نقطة إذا ما بقت النتيجة على هذا الحال. وبالتالي المحاولة لنفط الوسط، تسديدة قوية، فرصة للتعادل ولكنها ضاعت الكرة على سامة. سيصل القوة الجوية للنقطة رقم 82 والانتصار رقم 24 والهدف رقم 68. فريق اللي حقق كذلك 10 تعادلات وتلقى 4 خسائر فريق القوة الجوية، بينما نفط الوسط سيغادر دوري نجوم العراق ب 16 نقطة فقط وبانتصار 1 فقط و13 تعادل و24 خسارة مع هذه الخسارة، وشباكة فيها 65 هدف لموسم كامل. كرة ملعوبة لعبد الله خلف،
كرة عرضية والإبعاد والمتابعة، تسديدة، الله، حلوة حلوة التسديدة من حسين عبد الواحد، سدد الكرة ولكنها اصطدت وبعد ذلك تحولت إلى تماس. 5 دقائق الوقت المضاف. كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية، ركنية الآن. آخر فوز لنفط الوسط على القوة الجوية الموسم الماضي، المرحلة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد، وفي ملعب النجف، في ملعب النجف الدولي. في يومها سجل حسن داخل وحسين إبراهيم، والهدف الوحيد للقوة الجوية في يومها سجله إبراهيم بايش. مصطفى وليد، تمرير الكرة ليوسف فوزي، لمصطفى، حاول التقدم والمرور، كرة مقطوعة مرتدة الآن، صافرة وخطأ على مصطفى الأمين موسى. هذا أحمد تركي أحد البدلاء يقود هجوم مرتد، وبعد ذلك الإعاقة كانت حاضرة مع بطاقة صفراء لمصطفى الأمين موسى. شوف التدخل الأخير، ركلة حرة مباشرة تنفذ عالية، إبعاد للكرة، مصطفى زهير، من نتائج هذه الجولة كذلك مباراة كربلاء والقاسم 1-1، أمانة بغداد والنفط 2-2. طلبة زاخو تحدث عن المباريات، النجف والميناء ونوروز وأربيل، الحدود والكرخ ونفط البصرة والكهرباء. شوف مباراة نوروز وأربيل فيها 8 أهداف، 8 تعادل ب4 أهداف لكل فريق. المباراة التي سبقت هذه المباراة في ملعب نوروز، ديربي من ديربيات شمالنا العزيز. يوسف فوزي، صافرة وخطأ، هذا يوسف والخطأ، وبالتالي ركلة حرة مباشرة لمصلحة القوة الجوية. كل الحب والتقدير من كادر قناة الرياضية العراقية لكل الجماهير العراقية ولكل أنديتنا ولكل لاعبينا من خلال هذا الموسم الطويل، والذي توج من خلاله فريق الشرطة بطلا لهذا الموسم وللمرة الثالثة على التوالي. بطاقة صفراء، الثواني الأخيرة وبعدها ستطلق الصافرة لنهاية المباراة ونهاية الموسم بالنسبة لكلا الفريقين. هنا البطاقة لسين، كرة إلى خارج أرضية الملعب. خلاص الأمور، محمد سلمان سيطلق الصافرة. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة محمد سلمان لتعلن عن نهاية آخر مباريات دورينا لهذا الموسم، موسم 2023-2024 بانتصار القوة الجوية ب3 أهداف مقابل هدفين لفريق
نفط الوسط. مبروك للقوة الجوية، هارد لك لنفط الوسط اللي غادر دوري نجوم العراق وهبط للدوري الممتاز، وبالتوفيق للقوة الجوية في الموسم القادم. أتمنى أن أكون قد وفقت بالتعليق على مباريات هذا الموسم، معلق قناة العراقية الرياضية مع زملائي معلقي قناة الرياضية العراقية. علي الشمري يحييكم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.